السلام عليكم، أهلا بكم. عاجل ورسميا الأهلي يعلن عن أول صفقات الصيف، وكاف يزف بشرى سارة للنادي الأهلي، وصدمة في مدة غياب لاعب الأهلي، وكولر يفاجئ الجميع بشأن محمد الشناوي. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أعلن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن أول صفقات الفريق للموسم الجديد. وأعلن النادي الأهلي عن البرومو الأول لتقديم صفقة يوسف أيمن مدافع الاتحاد القطري لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي. كاف يناقش خزينة الأهلي. يستعد مسؤولي النادي الأهلي لتسلم 4 مليون دولار من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قيمة مستحقات تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا. وتلقى النادي الأهلي تأكيدات من قبل الاتحاد الأفريقي بوصول مكافأة بطولة دوري أبطال إفريقيا في العقد الثالث والأخير من شهر يوليو. وتبلغ قيمة مكافأة بطولة دوري أبطال إفريقيا 4 مليون دولار، أي 193 مليون جنيه. ويترقب الأهلي وصول المكافأة في ظل استعداد النادي لإبرام عدد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد 2024-2025. مدة غياب أحمد عبد القادر عن صفوف النادي الأهلي. كشف الإعلامي أحمد حسن تفاصيل جديدة حول إصابة أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي. مصدر طبي بالأهلي: يفقد أحمد عبد القادر لمدة 4 أسابيع بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة. وكان قد أدى أحمد عبد القادر لاعب الفريق جلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش المران الجامعي للفريق. وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن أحمد عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك في أثناء مشاركته في آخر تدريبات الفريق. وأشار طبيب الفريق إلى أن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للاعب. كولر يفاجئ لجنة التخطيط بسبب محمد الشناوي. رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني رحيل حارس الفريق محمد الشناوي. وقال الإعلامي محمد شبانة إن محمد الشناوي تلقى الفترة الأخيرة العديد من العروض أبرزها من نادي الوحدة السعودي. جاء هذا في الوقت الذي يشهد فيه جمهور الأهلي تراجع مستوى الحارس الأول بالفريق، إضافة لتألق مصطفى شوبير في الأوقات التي شارك فيها. كولر أعطى الضوء الأخضر لإدارة بمحاولة إقناع الشناوي بالبقاء. وحقق النادي الأهلي فوزا على نظير مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على استاد القاهرة. ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، جمعها من خوض 25 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر مباراتين. في النهاية متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم.